في المباراة الأرجنتين الأخيرة ضد بيرو كان لدي ماريا فرصة عظيمة. إيه هي؟ تعالوا نشوف. يلا بينا. كلنا عارفين طبعا إن ميسي هو قائد الأرجنتين، بس مين اللي بعد ميسي قائد الأرجنتين؟ هو دي ماريا. واللحظة دي كانت فرصة عظيمة فعلا لدي ماريا عشان يكون قائد الأرجنتين لآخر مرة في مسيرته. طبعا هو الراجل أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كوبا أمريكا اللي هو بيلعبها دلوقتي. طبعا المناسبة دي كانت مناسبة كبيرة وعظيمة ليه بالنسبة له، فعشان كده اختار حد بيحبه جدا عشان يشاركوا اللحظة دي، وهي بنته مايا. قصة مايا إن هي اتولدت بعد 7 شهور بس من حمل والدتها، وطبعا الأطباء في اللحظة دي قالوا لدي ماريا إن هي نسبة نجاتها تصل ل 30%، وظلت تحت الملاحظة لمدة شهرين. ودي ماريا أخفى على زملائه في الوقت ده كلهم، لدرجة إن دي ماريا كان بيمر بظروف صعبة جدا ومخبي على زمايله. وفي الصورة دي كبرت مايا بقى عمرها 11 سنة، الفتاة أصلا اللي كان الأطباء اتكلموا عليها وقالوا إن هي نسبة نجاتها وإن هي تعيش 30%، كبرت وشهادة تألق والدها اللي أصبح